انا معيان وبعمل ايه؟ هات ورقه وقلم وانا احكي لك انا بعمل ايه. دي كانت الحلقه ال16 من كورس الرسم للمبتدئين. لو عايز تشوفها هتلاقي لينك الحلقه في البايو. بجد فايتك كتير قوي انك ما شفتش الحلقه دي، فعلا حلقه حلوه قوي. كمان المره دي هتبقى الحلقات مختلفه من الكورس بتاعنا بمناسبه السنه الجديده. ان شاء الله تبقى سنه حلوه علينا كلنا ونحقق كل حاجه احنا نفسنا فيه، وكل دعواتنا تستجاب ان شاء الله. يلا بينا نبتدي حلقتنا الجديده. بما ان خلاص السنة الجديدة فاضل عليها ايام بسيطة، فقررت ان انا اكمل الكورس بتاعي الفترة دي احتفالات للسنة الجديدة، واعمل كل الرموز اللي لها علاقة بالسنة الجديدة، بس في نفس الوقت احنا بنتعلم رسم عادي جدا، يعني بنتعلم رسم وفي نفس الوقت بنحتفل بالسنة الجديدة. فده اول حاجة قررت ان انزلها، وفيديوهات كتيرة قوي محضرها لكم ان شاء الله، يا رب تعجبكم. انا رسمت الحاجة الحلوة اللي مشهورة قوي ومعروفة وتتحط كزينة مع شجرة الكريسماس، وانا بصراحة تخيلت ان هو زي رقم 2 بالانجلش، بس مش هكمل الجزء بتاعه من تحت بس، او شبه العصاية مثلا، او لاين كده، خط كده وننزل منه كيرف بس. يعني سهلوا على نفسكم وانتوا بترسموا، وامشوا ورايا في الخطوات اللي انا بعملها، هتلاقوا الموضوع سهل جدا جدا جدا، وهتعرفوا ترسموا الرسمة كاملة ان شاء الله. انا دلوقتي بزوقها بالخطوط علشان ابقى لما اجي الونها وكده. قررت ان انا ازوقها كانها معموله بفيونكه زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اعمل بقى الفيونكه بتاعتنا. طبعا بعد ما هرسم الفيونكه واخلصها هتلاقوا فيه خطوط الحاجه الحلوه دي، طبعا همسحها بالاستيكه علشان لما اجي الون الفيونكه ميبقاش الخطوط باينه وانا بلون. وخدوا بالكم قوي من النقطة دي، حاولوا على قد ما تقدروا تمسحوا الخطوط اللي بتبقى تلاقوها زيادة، عشان لما تيجوا تلونوا ما تعملش اي اثر او كده. بس كده انا يعتبر خلاص فاضل لي الفيونكة التانية، هعملها بقى من ورا الحاجة الحلوة كده، تبقى شكل يعني واحدة من قدام وواحدة من ورا. هنا هرسم بقى كأن ورقة شجرة، كأنها يعني وقع من شجرة الكريسماس نفسها، يعني فكرة يعني. طبعا اللي متابعني وعارف الفيديوهات اللي انا بنزلها دايما وانا برسم معاكم، دايما بيجيلي فكرة كده او بيجيلي سؤال اقرر ان انا اسأله لكم عشان تجاوبوني عليه في الكومنتات. انتوا خلاص يعني احنا فاضل ايام بسيطة قوي على السنة الجديدة ان شاء الله على خير. يا ترى اخر اسبوع في شهر 12 هل انتوا قررتوا رتبتوا افكاركم، فكرتوا في حاجة تعملوها مثلا؟ طيب انتوا مثلا لما بتيجوا في اول سنة مثلا او في اخر السنة بتحتفلوا بحاجة معينة، بتنزلوا تخرجوا، بتسافروا، تقعدوا مع اصحابكم مثلا، تزوروا قرايبكم مثلا، كل الحاجات دي اكتبوا لي كده في الكومنتات ايه الحاجات انتوا بتقرروا تعملوها في اخر السنة، اخر السنة واول السنة. ان شاء الله ان شاء الله تبقى سنة كده حلوة علينا باذن الله، نحقق كل حاجة نفسنا فيها ان شاء الله. انا كده رسمت يعتبر كل حاجة. كده هبتدي بقى زي ما انتوا شايفين التحديد، ودي المرحلة يا جماعة الأقرب إلى قلبي، مرحلة التحديد ثم التلوين، دول أكتر مرحلتين بحس إن أنا مبسوطة أوي وأنا بعمله. تحديد يا جماعة هفضل أقوله لكم كده، كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها أنا بحس إن أنا بقى لما بحدد بحس إن الرسمة بتاعتي ظهرت، وحاسة إنها هتخرج لي من الورقة، وحاسة إنها بتقولي لأ أنا حلوة كده، أنا شكلي حلو كده. فمش عارفة بقى إن مين زيي بيحب برضو يحدد رسمته، اكتبولي برضو في الكومنتات. سيبكم كده تحددوا ونرجع واحنا بنلون مع بعض ان شاء الله.
جت المرحلة التانية المفضلة إلى قلبي بعد التحديد، وهي التلوين، عشان بدخل ألوان كتيرة أوي مع بعض. وحتى لو مدخلتش ألوان أنا بحس إن أنا مستمتعة وأنا بلون. معرفش مين زي بيحب يلون كده برضو. أفكركم بحاجة زي ما بقولكم كل فيديو، متنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل أكبر عدد من الناس، وعلشان يستفيدوا زيكم من الكورس بتاعنا. ويكتبولي في الكومنتات عجبتكم الفكرة ولا لأ، وعايزين أفكار زي كده تاني ولا لأ بمناسبة السنة الجديدة. نرجع تاني، أنا دلوقتي بعمل الفيونكة هتبقى لونها أحمر، فهل أنا كمان هتسكت إن هي تبقى أحمر بس؟ لأ، دخلت درجة من درجات النبيسي أو درجة فيها مدية على بني شوية زي ما انتوا شايفين كده، علشان قد ايه غامق وفاتح في الفيونكة، يعني كأني بلعب بالألوان كده فيديني حاجة زي كده. بعد كده دخلت درجة من درجات الأحمر، يعني حطيت في الأطراف بتاعة الدايرة درجة النبيتي دي، وفي جوه حطيتها أحمر. زي ما انتوا شايفين كده بدأت احط بقى ايه درجة أحمر، ادخلها وسط درجة النبيتي اللي انا عملتها. قولولي بقى انتوا ايه الالوان اللي انتوا بتحبوها، يعني مثلا لما بتشوفوا الاحمر كده زي ما بلون بيه، هل بتبقوا حابين انكم تشوفوه ولا لا؟ وايه اكتر لون اقرب لقلبكم بتحبوا تشوفوه كتير؟ يا ريت تكتبولي الاجابات السؤال ده في الكومنتات، وهقراها وهرد عليكم على طول ان شاء الله. بعد ما عملت الفيونكة بدرجة الأحمر ودرجة من درجات النبيسي أو درجة من درجات البني، عملت الدوائر دي بالنبيسي. ليه؟ علشان تبقى درجة مختلفة، وكمان هي بالفلوماستر، فانتوا هتلاقوا بصوا في فرق بين الفيونكة وبين الدوائر، عشان يبقى في زي غنى لوني أو درجات يا أحمر، بس كل درجة ما تقدرش تقولي ان دي شبه دي. تمام كده. هنا عملت بقى الفروع دي بالأخضر فلوماستر عادي. هنا بعد كده هتلاقوني وقفت وبدأت أعمل دواير دي او الحاجات دي علشان تدي لسعة، كأن دي الإضاءة في الجزء اللي فيه إضاءة اللي بيحصل مش بيبقى عليه درجة لون. هتلاحظوا ان انا لونتها بالالوان في الماستر عشان يبقى درجة تانية خالص من درجة الاحمر، فيبقاش كله شبه بعض، ولا اللوحة تبقى تحس انها تايهة مثلا، او تحس ان كله دخل في بعض. لا، تحس ان في فرق فعلا في الدرجات. هي احمر بس كل درجة مختلفة عن التانية.
هنا جت مرحلة ورقة الشجر. قررت ان انا احط اول حاجة لون بيزك كده، لون لبني او درجة من درجات الازرق زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده دخلت درجة اخضر صريح. حابين تدخلوا الوان تانية ممكن تدخلوا اصفر مثلا، ممكن تدخلوا موفات، ممكن تدخلوا احمر مثلا كده. يعني مفيش قاعدة معينة، كل الحاجات دي هتدي غنى لوني. وانتوا جربتوا معايا في كل اللي احنا رسمناه قبل كده، بيدي غنى لوني، اللوحة بتبقى شكلها تحفة. يعني لونت بالاخضر بس، وهتعرفوا بعد كده ان انا دخلت الوان تانية عليه. قررت ان انا اعمل الباك جراوند او الخلفية باللون اللبني، لون هادي كده ويهدي الالوان، لان كده كده اصلا الالوان فيها الاحمر قوي جدا وبكل درجاته. فقررت ان انا اهدي الخلفية كده واخليها درجة من درجات اللبني. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا مني حاجة، وان شاء الله كده نعمل حاجات حلوة للكريسماس وللسنة الجديدة. ان شاء الله تبقى سنة حلوة وكلنا نحقق كل حاجة احنا نفسنا فيها. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عجبتكم الحلقة ولا لأ، ونفسكم ترسموا ايه. مستنية كومنتاتكم ان شاء الله. حبيت افكركم ما تنسوش تعملوا شير للحلقة لاكبر عدد من صحابكم عشان يستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا. واشوفكم في حلقة جديدة من كورس الرسم للمبتدئين مع معين. باي باي.